بيكم في الفيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فتة الشاورما بخلطة ماجي. هنعملها من بواقي الاكل الموجودة في البيت، يعني عندك بواقي رز، اي نوع رز، مصري، بسمتي، عندك عيش بايت تحمصيه او تقليه براحتك. هنا العبوة مكتوب عليها لكل 500 جرام هنستخدم الكيس ده مع معلقتين زيت مع كوباية زبادي. انا هستخدم صدر واحد بس، فهستخدم معلقة ونص من الخلطة بتاعة الشاورما، وهستخدم معلقة كبيرة من الزبادي ومعلقة واحدة زيت. التتبيلة بتاخد لها معلقتين زيت، انا هستخدم معلقة واحدة. هنا حطيت معلقة زبادي كبيرة او نص كوباية زبادي، ودي المعلقة اللي هاخد منها التتبيلة، هاخد منها حوالي معلقة ونص، وهحط لهم معلقة زيت ورشة بابريكا، وهقلب المكونات كويس مع بعض. هخلط المكونات كويس قوي مع بعض. انا كده خلطتها مع بعض وهي جاهزة عشان انزل عليها الفراخ طبعا غسلها كويس ومنشفاها كويس قوي من المية. وديتها رشة فلفل اسود، وهنقلبهم كويس مع بعض. المفروض تتساب التتبيلة ساعتين في التلاجة قبل ما تستخدميها، بس لو مستعجلة ممكن تسيبيها ساعة واحدة، او ممكن حتى تستخدميها على طول هتطلع حلوة معاكي. في ناس بقى بيستخدموا صوص الطحينة او صوص التومية، براحتك استخدمي اللي انتي عايزاه. انا حابة اعمل ميكس من الاتنين. دول 3 معالق كبار طحينة، وهضيف عليهم نص ليمونة وهقلبهم مع بعض، وبعدين هنزل بالمية السخنة عشان افكها. لكن لو حابة تنزلي بمية من الحنفية عادي، انا جربت ده وجربت ده، وعن نفسي يعني بحب دايما افك الطحينة بمية سخنة، بتخليها دايما احلى. زي كمان ان هي بتبقى اسهل، بتتفك معاكي سهل، غير ان بيخلي طعمها احلى يعني، من وجهة نظري انا يعني، وليكي حرية الاختيار. هقلب المكونات كويس مع بعض يوم تقليبة كده، وبعدين هنزل بالمية السخنة عشان افكها. ودي نص كوباية زبادي او معلقة كبيرة من الزبادي. بس لحد هنا بقى لو حابة تضيفي حتة توم ويبقى ده الصوص بتاعك للفتة، تمام شغال. انا حابة اضيف التومية عليها، هضيف حوالي معلقة كبيرة او معلقتين تومية. التومية احنا عاملينها مع بعض، هتلاقيها موجودة عندك في القناة لو حابة تعمليها يعني. لو مش حابة هي بتتباع جاهزة برضو في السوبر ماركت. بس بجد احنا عملناها وكانت حلوة قوي، ولما عملنا الميكس ده مع بعض طلع تحفة. وطبعا مش هضيف توم، انا مكتفية بالثوم اللي في التومية، بس زودت سنة مية لاني حسيتها تقيلة قوي، خصوصا انها لما بتقعد بتتقل وبتمسك نفسها اكتر. فهنا هضيف رشة ملح، وكده يبقى الصوص التومية صوص بتاعنا بتاع الفتة جاهز. هو تومية في طحينة ميكس مع بعض. دلوقتي بقى هجهز البصل. ده بصل قطعته جوليان او شرايح، هديله رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة سماق، بيتباع من عند العطار. وهقلب كل ده كويس مع بعض. هتلاقيه برضو السماق في السوبر ماركت على ما اعتقد، يعني دلوقتي كل البهارات موجودة في السوبر ماركت جاهزة. بس هنقلبهم كده مع بعض. نقلبهم حلو مع بعض. انا دايما بحب اخلي الخضار بتاعي جاهز قبل ما اقف على البوتاجاز، بيبقى اسهل عندي في الشغل. وده عيش مصري هقطعه وادخله الفرن يتحمص.
لو حابة تقليه عادي، لو حابة تستخدمي عيش شامي تمام، لكن ده المتوفر في بيوتنا كلنا المصريين، وانا جربته بجد طعمه كان حلو. بصراحة هو في الآلية بيبقى أحلى، بس أنا حبيته يبقى خفيف فحمصته. هنا بحمر شوية بطاطس جنب الفتة، وهنا مستنية الزيت يسخن كويس قوي قوي في الطاسة قبل ما انزل من الفراخ، عشان ضروري الطاسة بتاعتي تكون سخنة قبل ما انزل بالفراخ. دلوقتي هنزل بالفراخ ومش هقلبها. انا كل اللي هعمله ان انا هفتفتها شوية، يعني هبعدهم من بعض، اوزعها في الطاسة كده واسيبهم مع بعض، ومش هقلب خالص لحد ما تاخد اول تشميعة، عشان خاطر ما تنزلش ميتها وتقلب معايا بطعم مش حلو وتنشف. فلا، عشان نتجنب الحركة دي احنا هنفتفتها كده ونوزعها في الطاسة ونسيبها تتشمع براحتها. هنا بعد ما اتشمعت كويس من تحت قلبتها، وهنزل بالخضار بتاعي. هنزل بالبصل، بالفلفل، وبالطماطم، وهقلب كل ده مع بعض. لو حابين تخلوا الخطوة دي في الاخر الخضار يبقى مقرمش كده وطعمه حلو تمام، بس انا المرة دي يعني قلت اخليه يستوي شوية. المرة الجاية بقى نبقى نعمل الخطوة دي مع بعض. في وصفات كتير قوي هنعملها مع بعض ان شاء الله. هنا البطاطس جاهزة، اديتها رشة ملح وبهارات بطاطس. هنا الفراخ بتاعتي كانت خلاص استوت، حطيت لها بقدونس وهطفي البوتاجاز تحتها على طول. بمجرد ما بحط الخضرة بطفي النار عشان الخضرة بتاعتي لونها ما يسودش وتفضل خضرة كده وطعمها يفضل حلو. بس كده الخلطة بتاعت الشاورما بتاعتي جاهزة. انا حاليا عندي رز بايت، الرز اللي عندي ده بسمتي، دي قطعة فراخ كانت موجودة زيادة حطيتها عليه. هنا ضفت حوالي نص او 3/4 كوباية مية سخنة، وهقلبهم مع بعض وهغطيها بورق فويل وادخلها الفرن تسخن. لو عندك رز مصري يكفي معلقة او معلقتين بس مية، ولو ممكن تدخليه على طول الفرن يسخن تمام. ده العيش اتحمص بقى معايا حلو، هضيف له حبة من صوص اللي احنا عملناه مع بعض عشان يطرى شوية ما يبقاش ناشف قوي. وبعد كده هنزل عليه كمان بالرز سخن كده، صدقوني مش هيبقى طري قوي ومش هيبقى ناشف قوي، هيبقى بين البنين، فهيبقى حلو وطعمه جميل. لو حابة تحطي الرز مباشرة تمام، بس انا حبيت اعمل كده. دلوقتي بقى هضيف الرز عليه. والرز كمان عاملينه مع بعض في القناة، هتلاقوه في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبل اللي فات بالظبط، لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعته. ده كده الطبق بتاعي جاهز. هنا بقى حطيت الشاورما وحطيت عليها الصوص اللي عملناه مع بعض، وده كان شكل الطبق النهائي. كان شكله حلو وكان طعمه حلو قوي قوي قوي. كده حطيت البطاطس في الطبق وحطيت بقية الصوص وحطيت جنبها حبة مخلل. دي فكرة غدا، يا رب تكون عجبتكم ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.